Hola, me llamo علي البهار. ¿Qué tal؟ خلص اللي عرفهم، نرجع للعربي. السلام عليكم، وياكم علي البهار من قناة وات تو واتش. اليوم راح نحكي عن أحلى 10 أفلام إسبانية أنا شايفها، وبترتيب عشوائي. كل اللي راح أحكي عليهم بالفيديو اليوم حلوات ولازم تشوفوهن. ويلا نبلش. The Orphanage، فيلم رعب نفسي فخم جدا جدا من إنتاج سنة 2007. هذا الفيلم من نوع الرعب اللي يوزن المخ، قصة حلوة ومليانة تفاصيل، تمثيل يخبل، وفوق كل هذا نهاية رهيبة. الفيلم يحكي عن امرأة تاخذ عائلتها ويروحون حتى يسكنون في بيت كان سابقا دار للأيتام، وتلاحظ بمرور الوقت أنه ابنها الصغير صار عنده تواصل ويا كيان خفي. فيا ترى شنو نوع هذا التواصل والى اي مرحله راح يوصل وشلون راح ياثر على ابنها الصغير؟ هذا اللي راح نشوفه باحداث هذا الفيلم. الفيلم للامانه مو كلش يخوف، مو من نوع الرعب اللي يخليك قاعد تطقطق بمكانك، لكن هو راح يشدك ويا احداثه ويحبس انفاسك الى اخر لحظه، وخصوصا انه هو غير الرعب النفسي بقصه دراميه حلوه جدا. هذا الفيلم من اخراج جي بايونا، المخرج اللي قدم لنا سابقا افلام حلوه مثل The Impossible و A Monster Calls. تقييم فيلم The Orphanage على موقع IMDb هو 7.4. Perfect Strangers، فيلم دراما وغموض من إنتاج سنة 2017، بيفت فكرة كلش غريبة وقصة كلش حلوة. وعلى فكرة هذا الفيلم سووا منه أكثر من 10 نسخ، كل دولة سوت لها نسخة باللغة الخاصة بها، إيطالي وتركي وكوري وروسي كثير. يحكي هذا الفيلم عن 7 أصدقاء معزومين في بيت واحد منهم، وفي بداية هذا العشاء يقررون أن يلعبون لعبة. كل اللي قاعدين يطلعون موبايلاتهم ويخلوها على الميز، وأي رسالة تجي لأي موبايل من هذه الموبايلات يقروها قدام الكل بصوت عالي، وهنا راح تبدي تنفضح الأسرار وتنكشف المصايب. فيا ترى ماذا سيحدث؟ وهنا عاجبني أسألكم سؤال، تتوقعون إذا سووا نسخة عراقية من هذا الفيلم شنو راح يكون اسم النسخة وشلون تفاصيلها؟ على فكرة تقييم فيلم Perfect Stranger النسخة الإسبانية على موقع IMDb هو 6.9. Pues descubrámoslo. Pongamos aquí nuestros celulares. The Platform، فيلم نزل سنة 2019 وهو واحد من أعظم وأروع الأفلام الفلسفية اللي ممكن تشوفها بحياتك. الفيلم هذا هو الفيلم الوحيد اللي يوصل عندي بغلاوة فيلم ماذر، واللي متابعني على الانستغرام يعرف كل زين شنو معنى هاي الحكاية. القصة تدور في عالم خيالي عن مبنى عالي متكون من طوابق كثيرة، واكو فتحة مستمرة من فوق لجوا، تنزل في هذه الفتحة مائدة بيها اشكال الوان من الاكل. مطلوب من كل شخص في هذه البناية انه ياكل احتياجه ويترك المائدة تنزل للطوابق اللي جوا. لكن معقولة هذا الشيء راح يتحقق وسط جشع البشر وأنانيتهم؟ هذا اللي راح نشوفه خلال أحداث الفيلم. طبعا هذا اللي قلته هو مو ملخص القصة، هذا قشر السالفة من برا. الفيلم مليان تفاصيل وأحداث وإسقاطات ومعاني كلش هواية. من راح تشوفها يا راح تحب الفيلم كلش وتغرم به، يا راح تسده وتتقزز منه وتدعي عليه. تقييم هذا الفيلم على موقع IMDb هو 7، لكن بصراحة يستاهل أكثر. Sí, el hoyo. ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. Comer. ¿Qué vamos a comer? Lo que les sobra a los de arriba. Wild Tales، فيلم إسباني أرجنتيني من إنتاج سنة 2014. فكرته كلش جديدة وحلوة، لأن هو عبارة عن 6 قصص قصيرة موجودة في فيلم واحد. كل قصة تحكي لنا عن بطل أو شخصية تتعرض لموقف صعب أو مشكلة أو أزمة وتحاول أنه تحلها، ونشوف البشر شلون راح يتصرفون لما يكونون تحت ضغط. الفيلم كلش غريب بأحداثه وما تقدر تتوقع شنو اللي راح يصير باللحظة الجاية، ولهذا أنت تبقى مشدود وياه طول الوقت. مشكلة هذا الفيلم الوحيدة انه مستوى القصص ما كان متساوي، كان اكو قصص جدا حلوة، كان اكو قصص متوسطة، وكان اكو يمكن قصة واحدة ضعيفة. تصنيف الفيلم هو كوميدي دراما ثريلر، وتقييمه على موقع IMDb هو 8.1. The Invisible Guest، الناس اللي متابعيني على الانستغرام شنو نسمي هذا الفيلم؟ صح،
فخر الصناعة الإسبانية. هذا الفيلم كان أول وأحلى فيلم إسباني أني شفته بحياتي، غموض وتشويق وصدمات يخليك تستمتع بكل لحظة أنت تتفرج بيه، تمثيل حلو، إخراج مرتب، نهاية بيرفكت، كل شيء بهذا الفيلم كان متقن. يحكي الفيلم عن رجل أعمال مطلوب منه أنه يقدم شهادة بالمحكمة، وعنده فقط ساعات قليلة يقعد ويا المحامية حتى يضبط شهادته ويخليها قانونيا صحيحة ولمصلحته. أي شيء زيادة أقوله عن هذا الفيلم ممكن أن يكون بحرق للأحداث، فيا ريت إذا أنتم ما شايفين هذا الفيلم مباشرة بعد الفيديو تروحون وتشوفوه ترجعون تكتبوا لي رأيكم به. هذا الفيلم من كتابة وإخراج العبقري أوريال باولو اللي عنده في قائمتنا اليوم 3 أفلام، وتقييم فيلم The Invisible Guest على IMDb هو 8.1. He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. ¿Qué es lo primero que recuerda? ومن نفس مخرج The Invisible Guest عندنا فيلم ثاني نزل سنة 2018 ومو بس كان حلو وإنما رهيب، وهو فيلم ميراج. يحكي هذا الفيلم قصة عائلة تنتقل إلى بيت جديد، وتكتشف الزوجة أن التلفزيون في هذا البيت هو عبارة عن آلة اتصال خلال الزمن، فيصير عندها اتصال غريب مع شخص في زمن آخر. منو هذا الشخص؟ شنو هذا الزمن؟ ليش صار الاتصال؟ وشنو تأثيره على حياتها الحالية؟ هذا اللي راح نشوفه خلال أحداث الفيلم. الفيلم عبارة عن خليط ممتاز بين الغموض والتشويق والفانتازيا بشكل رائع، ويحتاج له فعلا انه انت تركز به. اذا غفلت عنه دقائق راح تضيع عندك السالفة، ما راح تعرف هذا منو، بيا زمن، منين اجى، وش دا يسوي. طبعا هذا الفيلم من كتابة واخراج صاحبنا أوريال باولو، وتقييمه على موقع IMDb هو 7.4. What are you doing in my house? My house. What did you say? There was a connection with the storm and then everything changed. We're looking for this woman. Our lovers. شايفين بعز الحر بالصيف من يجي واحد ينطيك قلاص هيجي عصير ليمون ونعناع وثلج، هذا الفيلم هو بالضبط هذا القلاص، فشي خفيف ومنعش ورائع وممتع طول الوقت وانت تتفرج راح تكون مبتسم. يحكي هذا الفيلم قصة شخص وشخصاية يتعرفون على بعض، لكن يتفقون انه تعارفهم يكون مختلف عن اي علاقة ثانية، ولهذا يحطون لنفسهم قانونين. القانون الاول انه ممنوع يحبون بعض، والقانون الثاني انه ممنوع يستعملون الموبايل والتكنولوجيا في علاقتهم. فيا ترى ماذا سيحدث؟ الفيلم كلش غريب بقصته وبنوع الشخصيات اللي موجودة به، بالعلاقات اللي حاطيها شيء مختلف، وهذا الاختلاف راح يخليك مشدود وياه ومستمتع ومتونس. الفيلم تقييمه على موقع IMDb 6.7، وبصراحة أشوف أنه هو مظلوم شويتين. Soy un hada chalada de los sueños. Nunca olvido una chica imposible de olvidar. ذا بودي. تذكرون قبل شوية قلت لكم أنه أوريال باولو عنده 3 أفلام بهذه القائمة؟ هذا هو الفيلم الثالث، وللأمانة رغم أنه الفيلم حلو كلش لكن هو أقل بالمستوى من بقية أفلام، وخصوصا إذا أنت شفته بعد ما تشوف The Invisible Guest وميراج. والفيلم يحكي قصة اختفاء جثة امرأة من المشرحة، وهذا الشيء يثير شكوك هواية حول ظروف موتها وأسباب اختفائها. الفيلم بيه غموض رائع وراقي جدا، وبيه نهايات تفر المخ وأشياء غير متوقعة أبدا. وعلى فكرة أكو من هذا الفيلم نسخة كورية مبنية على النسخة الإسبانية واسم الفيلم The Vanished، لكن الحكي بيناتنا الإسبانية أحلى. تقييم النسخة الإسبانية The Body على موقع IMDb هو 7.6. The Hidden Face فيلم غموض وتشويق من إنتاج سنة 2011. يحكي قصة رجل يرجع إلى بيته فيلقي رسالة من زوجته تقول له أنه هي راحت، سافرت. فهذا الاختفاء يخليه يستغرب جدا ويصير عنده شكوك حول أسباب وظروف اختفاء زوجته، ليش راحت وين اختفت. هذا الفيلم كان رائع جدا، بغموض واستفزاز وشد للأعصاب بشكل كلش ممتع. مشكلته فقط بالنهاية، ناس قالت انه هي حلوة وناس قالت انه هي خربت الفيلم، لكن يبقى الفيلم حلو وممتع ويستحق المشاهدة. وبسنة 2017 صدر عن الفيلم نسخة تركية كانت من بطولة الممثلة مريم أوزرلي، وللأمان النسخة كانت قوية جدا وممتعة ويمكن بمستوى النسخة الإسبانية. وفي النسخة التركية غيروا النهاية، خلوها فتشي ألطف وأخف ومرضي للجمهور أكثر. تقييم النسخة الإسبانية The Hidden Face على موقع IMDb هو 7.4، أما النسخة التركية فتقييمه هو فقط 6.1. Creo que hay un fantasma.
فيلم حواري درامي من إنتاج سنة 2016، وهو من أفلام البيئة الواحدة، كل الأحداث بمكان واحد. يحكي عن 4 شركاء عندهم شركة، وهذه الشركة تواجه أزمة قانونية، ولازم واحد من هذول الشركاء يتحمل ويشيل المسؤولية وينسجن لمدة 7 سنوات نيابة عن البقية. فيسوون اجتماع ويقعدون سوية حتى يناقشون منو الشخص اللي لازم ويقدر انه يضحي. بهذا الاجتماع راح نعرف حياتهم ونعرف علاقاتهم، وهم راح يعرفون عن بعض اسرار كثير مخفية. فيا ترى ماذا سيحدث؟ الفيلم كله عبارة عن حكي، ولذلك ما راح يعجب كل الناس، لكن الجمهور اللي يحب الافلام الحوارية راح يستمتع بهذا الفيلم كلش، وخصوصا انه هم دامجين الدراما بالغموض والتشويق. وبمرور احداث الفيلم نبدي نعرف عن هذول الاشخاص هواية اسرار وهواية اشياء ما كانت معلنة. تقييم هذا الفيلم على موقع IMDb هو 6.8. ولهنا تخلص قائمتي والافلام اللي جايبها لكم اليوم. اذا تعرفون بعد افلام اسبانية حلوة تستحق المشاهدة يا ريت تكتبوها لنا بالكومنتات. واذا حابين ان تشوفون الفيديوهات بالقوائم الجاية لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وتفعلون جرس التنبيهات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة. بيرفكت سترينجرز هذا البل ايه اذا ما حطيتوا كل تركيزكم بيه راح وللامانة كانت نسخة وقعد الشغلات ربي نعيد. اوكي.